ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل حاجة حلوة بالرمان. فيديو جديد مختلف. هيعجب ولادنا كتير وطعمه حلو جدا جدا. يا رب يعجبكم. المكونات عندي 3 كوبايات لبن، وعندي رمان طبق صغير كده في حدود 1.5 كوباية، عندي معلقتين كبار زبدة ودقيق للكريمة وسكر، وعندي بسكوت اي نوع بسكوت انتوا تحبوه، وعندي فانيليا. هنمشي بقى خطوة خطوة نعمل الكريمة. قبل ما اعمل الكريمة، لان الكريمة هنصبها على طول عشان ما تجمدش معانا، لازم تكون ايدينا سريعة فيها. بنجيب صينية بايركس او اي نوع صينية انتوا عايزين تعملوا فيها الوصفة. بنرص الطبقة اللي تحت بسكوت، برص طبقتين بسكوت. هنا رصيت طبقتين البسكوت، وهبتدي بقى اعمل الكريمة. بجيب اللبن، 3 كوبايات لبن، عليهم كوباية دقيق وكوباية سكر، واقلبهم كويس واحطهم على النار لحد ما يغلوا. وبعد ما يغلوا ويبقى القوام بتاعهم هيتقل على النار، هنزل عليهم الزبدة والفانيليا. بقلب كويس على النار، ولازم تبقى ايدي فيه من اول ما يتحط على النار. بيبتدي يتقل كده، بروح ضايفة الزبدة وافضل اقلب فيه. الزبدة دي بتديني قوام ناعم جدا جدا للكريمة. يعني شوف قوامها هنا عامل ازاي بعد ما الزبدة تدوب، وبقلب فيها تقليب كويس، بتبقى كريمة ناعمة جدا. وبضيف الفانيليا واصبها. ولما بحط لها الزبدة على النار للكريمة، بروح طافي عليها النار على طول. بعد ما ابتدي احط الزبدة والفانيليا، بأطفي عليها واروح بسرعة جايباها حطها على البسكوت. ولازم تكون ايدي سريعة في الشغل عشان ما تنشفش معايا. سوينا بقى الكريمة على البسكوت، وممكن نحط طبق بسكوت تاني لو احنا عايزين نكتر مثلا البسكوت، بس هنزود كمية الكريمة، نضاعف الكريمة ونحط بسكوت تاني. انا اكتفيت بطبقتين بسكوت وطبقة كريمة. اللي عايز يزود كريمة، اللي عايز يزود بسكوت هيزود مقدار الكريمة، ونكون ايدنا سريعة عشان الكريمة ما تبقى تتفرد معانا بسهولة. هنسويها كويس وندخلها التلاجة ساعة كده تبرد، وبعدين نطلعها نحط عليها الجيلي. هنا كان الجيلي بارد، قعد ساعة بس برا التلاجة عشان ما يجمدش معانا. هبتدي اوزعه على الرمان، ودي اخر طبقة. ده جيلي فراولة، وهوزعه كويس عشان ما نبهدلش الحاجة اللي احنا عملناها، والرمان يطلع معانا فوق. لازم كده بحرص. وهبتدي اوزع على معلقة، وبعدين بعد ما اخلص الكمية كلها هشيلها بالراحة واحطها في التلاجة تجمد تاني. وطلعناها من التلاجة بعد ما عدى عليها 4 ساعات. بقى شكلها حلو وتماسكت كلها مع بعض. بجد تحلية حلوة اوي اوي، هتعجبكم. هنقطعها مع بعض دلوقتي وهنشوف القوام بتاعها ايه. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير. باي.